كثف نادي ميلان الإيطالي محاولاته للتعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش في الانتقالات الشتوية المقبلة على هامش الأداء المقنع الذي ظهر به المنتخب الوطني في كأس العالم قطر 2022. وأوردت شبكة سبورتس ميدياسات الإيطالية أن مسؤولي ميلان جددوا رغبتهم في التعاقد مع زياش عقب نهاية مونديال قطر واقتناعهم بقدرة اللاعب على تقديم الإضافة للفريق رغم وضعه الصعب مع تشيلسي الإنجليزي. وتابعت أن زياش بدوره لا يمانع الانتقال إلى ميلان، بيد أنه اشترط الحصول على راتب سنوي بين 7 و8 ملايين يورو عوض 6 ملايين يورو التي يتقاضاها في تشيلسي. وأشارت إلى أن زياش قرر المطالبة براتب أعلى بعد تألقه في كأس العالم واقتناعه بأحقية تحسين دخله السنوي بالنظر للاهتمام الذي أثاره في المنافسة مع الأسود. وأجمعت تقارير صحفية أوروبية على أن زياش يقترب من الرحيل عن تشيلسي بعد تألقه واقتناعه بعدم انسجام أسلوبه مع التكتيك المعتمد من قبل مدربي البلوز.